رائد المنهج العلمي التجريبي، مؤسس علم البصريات، العالم الموسوعي العبقري ابن الهيثم، اللي شاطر في الهندسة والفلك والرياضيات وكمان الفلسفة، ادعى الجنون عشان يطلع من أكبر ورطة في حياته، وبعدها قعد 10 سنين محبوس، ألف فيهم كتب وإنجازات علمية هتفضل حديث العالم لقرون، وهتحطه في مكانة علمية خالدة وهيفضل يتكرم عليها لحد النهارده. طب ايه هي حكايه ابن الهيثم؟ وليه ادعى الجنون؟ وايه الورطه اللي كان هربان منها؟ واتحبس ليه؟ ويا ترى ايه سبب احتفاء العالم كله بانجازاته العلميه لحد تاريخ النهارده؟ وايه الحاجات اللي انت بتستخدمها لحد النهارده بسبب عبقريه ابن الهيثم وانت مش عارف ده؟ كل الاسئله دي هنعرف اجابتها في حكايه ابن الهيثم النهارده. بس قبل ما نبدا، اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو عشان تشوف المحتوى الجديد اول باول. انا احمد عطيه، ودي حلقه جديده من برنامج فضول. أبو علي الحسن ابن الحسن ابن الهيثم اتولد في مدينة البصرة في جنوب العراق في القرن العاشر الميلادي في عهد الخلافة العباسية. عاش طفولة مختلفة، ما كانش بيلعب زي باقي الأطفال، ده كان مهووس بالقراءة والتلخيص. قرأ كل الكتب اللي وقعت تحت إيده، طب، فلسفة، فلك، هندسة وغيره. ولما كبر اشتغل في وظيفة تقليدية، اشتغل في الديوان الحكومي، بس شطارته في التعامل مع الأرقام والمعادلات لفتت النظر ليه. ده غير كمان اهتمامه ومعرفته بالهندسة اللي خلته يشتغل في تصميم البيوت لأهل البصرة. بس زي ما انت عارف، العلماء دول حياتهم دايما مش بتكون مستقرة، لأن برغم شطارة ابن الهيثم ولكن لسبب ما أمير البصرة ما كانش طايقه، وكان بيضيق عليه حركته وشغله. والمضايقات دي جنب حب ابن الهيثم للعلوم والدراسة خلوه يسافر بغداد، عاصمة العصر العباسي اللي كانت قبلة العلماء في الوقت ده. وفعلا ابن الهيثم قعد هناك شهور، درس فيها طب العيون، وبيبدأ صيته يسمع عند أهالي بغداد ويسألوه في علوم مختلفة. بس بغداد في الوقت ده كان فيها خلافات وصدامات دينية ومذهبية في الوقت ده، ويمكن ده كان أكتر سبب خلى ابن الهيثم يسافر الشام وينزل في رعاية أمير من أمرائها. المهم إن في رواية كمان برضو بتقول إنه رجع تاني بغداد واستقر فيها. في الفترة دي هيبدأ ابن الهيثم مرحلة جديدة في طلب العلم والتدريس، واللي هيحصل فيها موقف هيغير حياة ابن الهيثم حرفيا. طب تفتكر إيه اللي هيحصل؟ وإيه أول تحدي هيقابله العالم الشاطر؟ والتحدي ده كان الغرور، لأن ثقة ابن الهيثم في قدراته الهندسية والرياضية خلته يحس إن مفيش مشكلة على وش الأرض إلا ويقدر يحلها. وفي يوم من الأيام وهو قاعد وسط تلاميذه بيسألوه وبيجاوب كالمعتاد وبيدردش معاهم بكلمتين، الحوار جاب بعضه واتفتحت سيرة مصر ونهر النيل والمشكلة الأزلية لمصر من أيام الفراعنة. إيه هي بقى؟ الفيضان اللي كان بيدمر المحاصيل وبيغرق القرى، وفي اوقات تانية كان بيحصل العكس. اوقات كان منسوب النيل بيقل فالاراضي الزراعيه بيضربها الجفاف، والمحصله ان السكان بيواجهوا خطر المجاعات. المهم ان ابن الهيثم لما فتحت سيره نهر النيل ومصر قال جمله هتغير حياته: لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من الزيادة أو النقصان. يعني بالبلدي كده، لو أنا كنت في مصر كنت هقدر أحل مشكلة النيل وخليهم يستفيدوا منه طول السنة بدل ما بيغرقهم وعمل لهم مشاكل. جملة ابن الهيثم دي طارت وعدت الصحاري من الشام لحد ما وصلت لقصور القاهرة، وتحديدا لودن مين بقى؟ لأخطر وأشرس حاكم في الوقت ده، الحاكم بأمر الله الفاطمي. وبمناسبة حديثنا عن الفيضان ونهر النيل، ممكن تشوف حلقة السد العالي اللي خدنا فيها قصة السد العالي وإنشائه والتحديات اللي واجهت المصريين. المهم بقى نرجع لموضوعنا. الحاكم بأمر الله الفاطمي كان شرس جدا، ودي كانت ورطة ابن الهيثم وقع فيها، وأكبر غلطة عملها في حياته واللي هتنقلب من اللحظة دي. لأن الحاكم بأمر الله هيقبل تحدي ابن الهيثم، وعلى طول الحاكم ما كدبش خبر، أمر بتجهيز بعثة محترمة محملة بالهدايا وبالأموال وبعتها للشام مخصوص عشان تجيب ابن الهيثم. ودعوة من الحاكم بأمر الله دي ما فيهاش هفكر وارد عليكم او هشوف اموري واكلمكم، دي فرصة ابن الهيثم مجبر انه يستغلها، لانها وعد بالمجد والشهرة وكمان الخلود. ابن الهيثم بشغفه وغرور العالم وافق ولم هدومه وبدأ رحلته للقاهرة، وهو ما يعرفش ان بمجرد ما رجله تخطي مصر هيواجه اكبر صدمة في حياته، صدمة هتخليه يندم على اليوم اللي نطق فيه الجملة دي من الاساس. المهم ان لما بيوصل ابن الهيثم للقاهرة بيستقبله الحاكم بأمر الله في قصره استقبال الملوك، وقال له: انا سمعت اللي انت قلته بخصوص نهر النيل وانا موافق على التحدي، خد العمالة اللي انت عايزها وكمان معاك شيك على بياض، واطلع على اسوان ووريني شطارتك. وفعلا ابن الهيثم بيطلع على اسوان، وهناك بيشوف في الوش الحقيقي لنهر
نهر النيل واتصدم، وأدرك من اللحظات الأولى إن فكرته عن الحل غير قابلة للتنفيذ أصلا بإمكانيات عصره. هو غالبا كان عاوز يعمل سد عملاق زي السد العالي اللي موجود دلوقتي، ولكن احنا في القرن ال11 فكرة زي دي مستحيل تتطبق وقتها. طب هتعمل ايه يا ابن الهيثم؟ هتطلع من الورطة دي ازاي؟ ابن الهيثم بيقرر انه يرجع القاهرة ويقف قدام الحاكم بأمر الله ويعترف بفشله وكمان يعتذر، وهو متوقع ان الحاكم بأمر الله يا اما هيقتله يا اما هيعاقبه، لانه كان راجل متقلب المزاج وعنيف جدا. ولكن ابن الهيثم اتفاجئ ان الحاكم تقبل اعتذاره، ومش بس كده، ده عينه كمان مستشار ليه ومسكه بعض الدواوين. ابن الهيثم ما كانش فيه خيار قدامه غير انه يقبل بالمنصب الجديد، يعني هبقى فشلت في التحدي وكمان رفضت المنصب او الوظيفه اللي اتعرضت عليا. وهنا بقى بتبدأ المصادر تختلف عن اللي حصل بعد كده في حياة ابن الهيثم. في رواية بتقول انه وافق على المنصب الجديد عشان خايف من رفض طلب الحاكم، بس لما اشتغل معاه ولاحظ انه متقلب وعنيف وملوش اي امان، ففضل ابن الهيثم مقتنع ان الحاكم بأمر الله بيستغل عبقريته وعلمه في الفترة الحالية بس هيغدر بيه في المستقبل في اي لحظة وقت ما يحب. وبما انك مكمل معانا لحد هنا فده معناه ان المحتوى عجبك. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، لان ده اكبر دعم بتقدمه واكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى. المهم، في رواية تانية بتقول ان ابن الهيثم وافق عشان يستفيد اقصى استفادة من وجوده في مصر، لان الحاكم انشأ دار العلم اللي عايز ينافس بيها بيت الحكمة اللي موجود في بغداد، ده غير وجود الازهر وعلماء ومؤلفاته والترجمات وكمان المناظرات. فكان عايز يستفيد من الاجواء العلمية دي في تحصيل العلوم. بس رغم كل ده منصبه الجديد كمستشار للحاكم فرض عليه مسؤوليات جديدة، واحنا عارفين ان السلطة بتيجي معاها مميزات ومكانة خاصة وبتجبر الناس انها تعامله بطريقة معينة، وابن الهيثم كان زاهد ومش بيحب الجو ده. دي الروايتين اللي بيشرحوا ليه ابن الهيثم وافق على المنصب وازاي عاش بيه بعد كده. ورغم اختلاف الروايتين الا انهم اتفقوا على حاجة واحدة بس، وهي مصير ابن الهيثم. خوف ابن الهيثم من غدر الحاكم او زهده وكرهه للسلطه وكمان امتيازاتها خلوه عايز يسيب منصبه باي شكل ممكن، وما كانش يقدر يعتذر او يستقيل بالطريقه العاديه. فما فاضلش قدامه الا حل واحد بس، وهو الجنون. بالظبط زي ما انت سمعت كده، اعظم عقل في عصره الفيلسوف والرياضي والمهندس قرر يتنازل عن كل حاجة ويمثل انه فقد عقله. بدأ ابن الهيثم يعمل تصرفات غريبة، يتكلم بطريقة غريبة، يلبس هدوم مقطعة ويمشي في الشوارع يكلم نفسه. الحكاية بدأت تكبر ووصلت للحاكم بأمر الله اللي صدق المسرحية بسرعة. وفي مصادر تانية بتقول ان ابن الهيثم ادعى الجنون اصلا من اول ما رجع من رحلة أسوان، وكل ده عشان يهرب من عقاب الحاكم. بس المهم ان القصة اللي فاتت دي هو رد فعل الحاكم. تفتكر عمل ايه؟ عزل ابن الهيثم من منصبه وامر بمصادره كل امواله وممتلكاته وفرض عليه اقامه جبريه في بيته. عقل جبار زي ده فجاه يلاقي نفسه محبوس ما بين 4 حيطان، ومش لسنه ولا 2، ده قعد 10 سنين كاملين. اي انسان طبيعي في الوضع ده يا اما هيكتئب او ينتحر او هيتجنن بجد. بس ابن الهيثم قرر يحول ال10 سنين دول لاهم 10 سنين في حياته ويعمل ثوره هتغير شكل علم البصريات. العلماء قبل القرن ال11 كانوا فاكرين اننا عشان نقدر نشوف الاشياء حوالينا بنطلع نور او شعاع من عينينا، ولما الشعاع ده بيسقط على شيء بنقدر نشوفه. ولكن ابن الهيثم اثبت ان العكس هو الصح. وفي يوم من ايام ال10 سنين اللي اتحبس فيهم في بيته، ابن الهيثم وهو قاعد في اوضته في الضلمه بيلاحظ ان في شعاع ضوء خفيف بيدخل من فتحات الشباك او الباب بتاعه وبيرسم على الحيطه اشكال موجوده في الشارع. ابن الهيثم استغرب وبدا يمشي في خطوات المنهج العلمي لحد ما وصل لاستنتاج اننا بنشوف الاشياء لانها بتعكس نور الشمس لعينينا، مش لان عينينا هي اللي بتطلع نور زي ما كان بيتقال لقرون. ومن التجربه دي كمان ابن الهيثم استنتج ان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه. ابن الهيثم سمى الاوضه بتاعته البيت المظلم، الكلمه اللي لما اترجمت للاتينيه لاحقا اصبحت كلمه كاميرا اوبسكيور او القمره أو الكاميرا. وعشان حواسنا ممكن تخدعنا فابن الهيثم قرر يعتمد على التجربة والاختبار. بدأ يجيب عدسات ومرايا بأشكالها وأنواعها، مسطحة وكروية ومقعرة ومحدبة، ويجرب بنفسه كل حاجة. واكتشف مثلا ليه النجوم ما بتظهرش الصبح بسبب التباين البصري، واكتشف كمان إن الضوء بينكسر لما بينشف مواد سميكة زي المية أو الزجاج، وده اللي بيسبب إن الحاجات بتبان أكبر من حجمها الحقيقي لما بنشوفها تحت المية. المنهجية العلمية القائمة على التجربة والاختبار خلت بعض آراء المؤرخين يعتبروا إن ابن الهيثم رائد العلم التجريبي الحقيقي. كل تجارب ابن الهيثم في علم البصريات حطها في أعظم إنجازاته
كتاب المناظر اللي بدأ يكتبها في بيته وهو محبوس، وخلصها تقريبا سنة 1027 ميلادي. وفي الكتاب ده رسم لينا أقدم خريطة معروفة للجهاز العصبي والعين والأعصاب البصرية، معتمد على شغل الطبيب اليوناني جالينيوس. كتاب المناظر هو اللي مهد الطريق لعلماء أوروبا بعد ما اترجم للاتينية سنة 1572. علماء مهمين زي روجر بيكون ويوهانس كيبلر قدروا يكملوا بحثهم العلمي في علم البصريات والفلك والأعصاب بسبب مساهمات ابن الهيثم العلمية. ابن الهيثم مش هيفضل محبوس في اوضته لاخر عمره، لان الحاكم بامر الله فاطمي بيموت وبترجع ليه حريته من تاني، وعاش يكمل ابحاثه لحد ما توفى سنه 1040 ميلاديا وهو عنده حوالي 74 سنه في مصر، ولكنه ساب ارث خالد للبشريه. ابن الهيثم ما كانش بيلاقي متعه في اي حاجه في الدنيا غير انه يفضل يبحث ويقرا ويالف. الراجل ده ما كانش مجرد عالم بصريات، نقدر نقول كده انه كان موسوعه ماشيه على الارض، عقل ما بيفصلش تفكير، لدرجه انه تفوق في مجالات كتير جدا في نفس الوقت. الدكتور دونالد هيل بيقول ان ابن الهيثم ليه حوالي 100 عمل مفقودين بالكامل، منهم 55 عمل في الرياضيات والفلك والبصريات اختفوا من التاريخ. بس سيبك من اللي ضاع وتعال اقول لك اللي وصل لنا منه عمل ايه في حياتنا لحد النهارده. التصميمات والمصطلحات اللي ابن الهيثم حطها من 1000 سنه هي الاساس اللي العلم الحديث بنى عليه اختراعات غيرت شكل البشريه، من اول التلسكوب اللي بنبص بيه على الفضاء، مرورا بالعدسات المكبره والنظارات الطبيه اللي بنلبسها، وصولا للكاميرا الديجيتال اللي بتصورنا دلوقتي. ولو فاكر ان انجازات وقفت عند الجماد تبقى غلطان. ابن الهيثم هو اول انسان يشرح تركيبه العين البشريه ويرسم اجزائها بدقه مرعبه، وكمان الاسماء اللي دكاتره العيون بيستخدموها لحد النهارده في مستشفيات العالم زي الشبكيه والقرنيه والسائل المائي والسائل الزجاجي، ابن الهيثم هو اللي سماها بالاسماء دي من 1000 سنه. تراث بالحجم المهول ده اكبر العالم يحتفل بيه لحد النهارده. في كل مره بترفع فيها راسك عشان تبص على القمر بالليل افتكر ان في فوهه ضخمه هناك متسميه باسم ابن الهيثم. ومش بس كده، في كويكب كامل العلماء اكتشفوه في الفضاء سنه 1999 وسموه برضه على اسمه، استرويد 59239 الهازن. وفي سنة 1647 الفلكي البولندي يوهانس هيفيليوس حب يعمل كتاب تاريخي عن القمر وسماه سيلينوغرافيا، ولما جه يرسم الغلاف تفتكر حط مين كرموز لعلم الفلك؟ رسم جاليليو في ناحية، وفي الناحية التانية قصاده بالظبط رسم ابن الهيثم، لأن الاتنين دول هم الرواد في دراسة القمر. وأما في العصر الحديث وفي سنة 2015 تحديدا منظمة اليونسكو قررت تعمل سنة كاملة للاحتفال بالضوء وسمتها السنة الدولية للضوء. وتفتكر معايا مين كان بطل السنة والرمز الأول ليها؟ بالظبط أبو علم البصريات الحديثة الحسن ابن الهيثم، واتعملت عشانه حملات عالمية زي 1001 اختراع لتعريف العالم بفضله. وحتى في الطب جامعة كبرى زي أغا خان في باكستان لما حبت تعمل كرسي أكاديمي متميز لطب العيون سمته باسمه تخليدا لفضله في تشريح العين. من كاتب حسابات في ديوان البصرة لعالم مغرور عنده أفكار هندسية بيتحدى بيها حاكم مصر، لسجين في أوضة ضلمة لمدة 10 سنين، لعالم اسمه محفور على سطح القمر وفي كل كاميرا بنصور بيها لحظاتنا. دي كانت حياة ابن الهيثم أبو علم البصريات ورائد المنهج العلمي التجريبي اللي اتعلمنا منها ان ساعات اعظم انجازاتنا ممكن تتولد في رحم معاناتها، واظلم فترات حياتنا ممكن تكون نقطة الشرارة اللي هتغير الحياة والمصير. وفي النهاية وعشان يوصلك المحتوى الجديد اول باول اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. سلام.